الوقت ما راهو في صالح حتى واحد. في عالم تتحكم فيه الخوارزميات كان كاين راجل سبق وقته، ميلود شكالي، عبقري جزائري في الذكاء الاصطناعي. خدمته كانت سر، وكان حلم حياته يصنع أول روبو جزائري. بحث وتعب سنين والسنين، بصح لا غالب، مات البروفيسور. ربي يرحمك الميلود، يا رب اعطيني الصبر. العوام تعدي وتجوز، ومن بعد أمين شكالي رجع الحلم تاع باباه للحياة، وكمل صناعة الروبو اللي ولا اسمه ميلود الروبو. بصح هذا الاختراع جاب البلاد عائلة ميلود شكالي، لقاو حياتهم في خطر كبير. هذه عصابة دولية تتهجم عليهم، وعائلة ميلود شكالي لازمها تهرب باش تبقى حية. هدف العصابة كان واضح، اللي هو ميلود الروبو وبرنامج واحد برك، الآن هذا الآن هو برنامج بحثي كبير طوره البروفيسور شكالي ومجموعة من علماء جزائريين. هذا البرنامج يستعمل الذكاء الاصطناعي باش يطور مستقبل الأجيال القادمة في جميع الميادين. هنا السؤال ما بقاش شكون يوصل للبرنامج قبل، السؤال هو شكون يخلص الفاتورة.